وبس. اللي لازم نفهمه في الأول لو عايزين نبني علاقة زوجية ناجحة لازم نفهم سيكولوجيا الرجل والمرأة، يعني الاختلافات الطبيعية اللي ربنا خلقها بين الرجل والمرأة، يعني نفهم بعض كويس، وده بيشمل طريقة تفكير كل واحد فينا واحتياجات وطريقة تعبيره عن مشاعره وهدفه من الكلام. زي ما قلنا فهم سيكولوجيا الرجل والمرأة بيساعد كل واحد فيهم يعرف التاني أكتر وبيخلي التواصل بينهم أسهل وأعمق. إيه هي الاختلافات بين الرجل والمرأة؟ الراجل بيكون أكثر اهتمام بالأشياء والمرأة بتهتم أكتر بالناس. الراجل محتاج للتقدير والاحترام، المرأة محتاجة لاهتمام شخصي ومدح ليها كإنسانة. الراجل عنده نمط تفكير منطقي أكتر، المرأة تعبيرها العاطفي أكبر. إزاي نفهم الاحتياجات المختلفة؟ الراجل دايما بيحتاج التقدير والاحترام عشان يحس إنه مهم. المرأة بتحتاج اهتمام شخصي، عناية بكل تفاصيل حياتها، وأهم حاجة ليها هي لمسات الحنان والإعجاب. أمثلة من الكتاب المقدس بيأكد على أهمية الاحترام بين الزوجين. في أفسس 5:33 بيقول: أما المرأة فلتهب رجلها، يعني لازم الزوجة تحترم زوجها وتقدره. وفي نفس الرسالة 28 بيقول: يجب على الرجال أن يحبوا نسائهم كأجسادهم، يعني الراجل لازم يحب زوجته زي ما بيحب نفسه. الراجل بيحب المدح، الراجل بيحب جدا إن يسمع كلام حلو عن شغله وبيت والعمل والخدمة اللي بيقدمها، ده بيخليه يحس إنه مهم ومتقدر. المرأة بتحب المدح الشخصي، المرأة بتحب المدح مش عشان شغلها لكن لشخصها، تحب إن جوزها يعجب بيها كإنسانة مش بس في أدوارها كأم أو زوجة. الراجل بيحب التفاخر، الراجل ممكن يحب التفاخر أو يتباهى باللي عمله في حياته أو في شغله، وده غالبا بيحصل عشان يغطي على مشاعره أو إحساسه بالملل والضغوط. المرأة بتبالغ في مظهرها، المرأة أحيانا بتبالغ في الاهتمام بمظهرها عشان تلفت الانتباه. كمان بتحتاج اهتمام زايد من زوجها، خصوصا لما تكون حاسة إنها مش محط اهتمام كفاية. التوازن هو الحل، لازم يكون في توازن في العلاقة. الراجل مش لازم يتفاخر زيادة عن اللزوم، والمرأة مش لازم تبالغ في الاهتمام بالمظهر عشان تلفت الانتباه. خلاصة الحلقة: الزواج المسيحي مش مجرد علاقة بين رجل وامرأة، هو سر مقدس بيوحدهم مع بعض بالروح القدس. كلما فهمنا احتياجات بعضنا البعض واستطعنا التوازن بين الاختلافات هنعيش حياة زوجية مليئة بالسلام والتفاهم. كلمتين وبس. إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشهورة من جامعة هولي